السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مشاهدي قناة ترند المعرفة 24 في حلقة جديدة وموعد أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026 في الجزائر. ولكن قبل الدخول في التفاصيل الكاملة، إذا كنت من المتحمسين لموعد عيد الفطر المبارك ضع لنا إعجاب لهذا الفيديو وبرطجي واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى نكسب الأجر نحن وإياكم. يترقب المسلمون في الجزائر وكافة أنحاء العالم الإسلامي بشوق كبير حلول عيد الفطر المبارك لعام 2026. وتشير الحسابات الفلكية الدقيقة الصادرة عن مراكز فلكية دولية وعربية رائدة، من بينها مركز الفلك الدولي، إلى أن غرة شهر شوال لعام 1447 هجرية ستوافق فلكيا يوم الجمعة 20 من مارس لعام 2026. وتأتي هذه التوقعات بناء على دراسات معمقة لحركة القمر والاقتران المركزي، حيث ينتظر أن تجتمع لجان الأهلة الرسمية في مختلف العواصم لتأكيد الرؤية الشرعية، مما يجعل من يوم الجمعة الموعد الأرجح للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تجمع شمل العائلات وتدخل البهجة على قلوب الكبار والصغار في كل ربوع البلاد. تفاصيل تحري الهلال، لماذا الجمعة هو الموعد الأرجح؟ أوضح خبراء الفلك أن الدول الإسلامية ستنقسم في عملية تحري الهلال وفقا لبداية صيامها. كما ذكر بوناطيرو، الدول التي بدأت رمضان الأربعاء 18 من فبراير ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 من مارس، وتؤكد الحسابات أن الرؤية ستكون مستحيلة في ذلك اليوم لغروب القمر قبل الشمس، مما يعني إكمال العدة 30 يوما ليكون الجمعة 20 مارس هو العيد. الدول التي بدأت رمضان الخميس 19 من فبراير ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 من مارس الموافق 29 من رمضان فيها. وفي هذا اليوم ستكون رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوبات من مناطق واسعة في شمال إفريقيا والجزائر، وصعبة بالعين المجردة، مما يرجح إعلان يوم الجمعة أول أيام العيد في أغلب هذه الدول. أيضا إجازة العيد في الجزائر 3 أيام عطلة مدفوعة الأجر تماشيا مع التوقعات الفلكية. يرتقب أن يستفيد الموظفون والعمال من عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، ففي حال ثبت أن يوم الجمعة 20 مارس هو أول أيام العيد ستمتد العطلة لتشمل أيام الجمعة والسبت والأحد، وتسمح هذه الفترة الطويلة نسبيا للمواطنين بالتنقل بين الولايات لزيارة الأهل والأقارب وإحياء تقاليد العيد العريقة التي تميز بها المجتمع الجزائر. تترقب احتمالات اختلاف موعد العيد بين الدول. أشار مركز الفلك الدولي إلى وجود احتمال ضئيل لاختلاف موعد العيد في بعض الدول التي تشترط الرؤية المحلية بالعين المجردة وبوضوح تام، فبسبب صعوبة الرؤية يوم الخميس 19 من مارس لعام 2026 في مناطق شرق العالم الإسلامي ووسطه، قد يضطر عدد من الدول لإعلان السبت 21 من مارس موعدا للعيد الجمعة في حال ثبوت عدم من مارس الرؤية لديها. ومع ذلك فإن المعطيات الفلكية الحديثة وبينما تدمج يستعد بين الشارع الحسابات الرقمية بحلويات الرؤية بالتلسكوبات تشير بقوة إلى أن الجمعة سيكون يوم توحيد العيد في غالبية الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك الجزائر ومصر والسعودية. وكل عام وأنتم بخير.